الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الصباح ركعتين الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين. إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين
لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا وله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين
ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك رضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات والبركات الصلاة الطيبة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا كما باركت على سيدنا وبارك على سيدنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'du. An Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil ghadwah mau'izatan balighatan zarafat minhal uyunu wa wajilat minhal qulubu faqala rajulun inna hadhihi mau'izatu muwaddi'in famadha ta'hadu ilayna ya Rasulullah qala usikum bitaqwallahi والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها bin nawajizi. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW menasihati kami dengan nasihat yang sangat menyentuh sehingga air mata meleleh dan hati pun bergetar karenanya. Lalu seseorang berkata, ini seperti nasihat orang yang hendak berpisah. Apakah yang engkau nasihatkan kepada kami wahai Rasulullah? Beliau bersabda, aku berpesan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta selalu mau mendengarkan dan taat meskipun terhadap seorang hamba dari Habasyah. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian kelak akan melihat banyak berselisihan. Waspadalah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan karena ia merupakan kesesatan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, hendaklah ia berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ia berkata, suatu ketika Rasulullah SAW
menasihati kami dengan nasihat yang sangat menyentuh sehingga air mata meleleh dan hati pun bergetar karenanya. Lalu seseorang berkata, ini seperti nasihat orang yang hendak berpisah. Apakah yang kau nasihatkan kepada kami, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, aku berpesan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah serta selalu mau mendengarkan dan taat meskipun terhadap seorang hamba dari Habasyah. Sesungguhnya orang yang masih hidup di antara kalian kelak akan melihat banyak perselisihan. Waspadalah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan, karena ia merupakan kesesatan. Barang siapa di antara kalian menjumpainya, hendaklah ia berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham. Hadis riwayat Tirmizi. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a khataman min dhahabin fi yadi rajulin fanaza'ahu fatarahahu wa qala ya'midu ahadukum ila jamratin min narin fayaj'aluha fi yadihi. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ ختمك إن تفع به قال لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya suatu ketika Rasulullah SAW melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, lalu beliau mencabut dan melemparkannya seraya bersabda, salah seorang di antara kalian sengaja mengambil bara api neraka lalu meletakkannya di tangannya. Kemudian setelah Rasulullah SAW pergi, dikatakan kepada lelaki tersebut, ambillah cincinmu dan gunakan untuk keperluan yang lain. Ia pun berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena ia telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya suatu ketika Rasulullah SAW melihat cincin emas di tangan seorang laki-laki, lalu beliau mencabut dan melemparkannya seraya bersabda, salah seorang di antara kalian sengaja mengambil bara api neraka lalu meletakkannya di tangannya. Kemudian setelah Rasulullah SAW pergi, dikatakan kepada lelaki tersebut, ambillah cincinmu dan gunakan untuk keperluan yang lain. Ia pun berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin itu selamanya, karena ia telah dibuang oleh Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim. Qalat Zainabu radhiyallahu anha, dakhaltu ala ummi Habibah radhiyallahu anha zawj Nabi sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya abuha Abu Sufyan bin Harb. Fada'at ummu Habibah bi tibin fihi sufratun khuluqun aw ghairuhu fadahanas minhu jariyatan thumma massat bi'aridaiha thumma qalas wallahi mali bitibi min hajatin ghayra anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la yahillu li amra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tuhida ala mayyitin fawqa thalathi layalin ila ala zawjin arba'ata ashhurin wa 'ashra. Zainab binti Abu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku datang menemui Ummu Habibah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi SAW, ketika ayahnya Abu Sufyan bin Harb
meninggal dunia. Lalu Ummu Habibah meminta minyak wangi berwarna kekuningan campuran za'faron atau lainnya, kemudian ia menggosokkannya kepada kedua hamba sahaya perempuan lalu mengusapkannya pada kedua pipinya seraya berkata, demi Allah, aku tidak memerlukan minyak wangi ini, hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk meninggalkan berhias karena kematian seseorang selama lebih dari 3 hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Zainab binti Abu Salamah radhiyallahu anha berkata, aku datang menemui Ummu Habibah radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi SAW, ketika ayahnya Abu Sufyan bin Harb radhiyallahu anhu meninggal dunia. Lalu Ummu Habibah meminta minyak wangi berwarna kekuningan dengan campuran za'faron atau lainnya, kemudian ia menggosokkannya kepada seorang hamba sahaya perempuan lalu mengusapkannya pada kedua pipinya seraya berkata, demi Allah, aku tidak memerlukan minyak wangi ini, hanya saja aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk meninggalkan berhias karena kematian seseorang selama lebih dari 3 hari, kecuali karena kematian suaminya, yaitu selama 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Bukhari. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan sala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'atu ya Rasulullah, qala ma a'datta laha, qala ma a'dattu laha min kathirin salatin wala shaumin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulahu, qala anta ma'a man ahbabta. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapan hari kiamat akan terjadi wahai Rasulullah? Beliau balik bertanya, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya? Ia menjawab, aku belum menyiapkan untuknya dengan banyak solat, puasa ataupun sedekah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau bersabda, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya seseorang bertanya kepada Nabi SAW, kapan hari kiamat akan terjadi wahai Rasulullah? Beliau balik bertanya, apa yang telah kamu siapkan untuk menghadapinya? Ia menjawab, aku belum menyiapkan untuknya dengan banyak solat, puasa ataupun sedekah, akan tetapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau bersabda, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Hadis riwayat Bukhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فضله ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك تقبل الله منكم